السلام عليكم يا اخوانا. مصر خسرت الفاينل من السنغال. وانا الصراحه ما كنتش ناوي خالص ان انا اتكلم في الماتش خالص ولا اعمل فيديو مخصوص ليه، بس اللي حصل ان انا لقيت الاستوديو بتاع بي ان عمال بيتكلم ان كارلوس كروش واحنا ظلمناه وان هو مدرب عظيم وشكرا اللي جابه وبتاع. فانا الموضوع ده الصراحه استفزني جدا 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 يعني. فانا طالع بس ايه علشان اقول شقين. اول شق ان المنتخب ده فعلا منتخب رجاله، العيال فعلا رجاله. والرجاله دي بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللعيبه ما عندهاش هيبه للمنتخبات الكبيره اللي هو بيلعبوا قدامها. يعني انت احتجت اكتر من لعيب ما كانش عليه العين ولا كان هو محضر نفسه نفسيا ان هو هيلعب، ولما نزل لعب كورته وما خافش ولعب براجل. لعب راجل ده ان هو كان بيدي 100% من مستواه، بغض النظر بقى هو مستواه عالي او مش عالي. تمام. طيب زيد على الكلام ده ان هم عندهم مستويات، يعني انا بتكلم على عبد المنعم وعلى فتوح وعلى عمر كمال ومهند لاشين لما الجهاز احتاجه. العيال دي كلها رجوله. في ناس يعني مع عبد المنعم مستوى عالي جدا جدا. طيب ابو جبل لما نزل راجل ما تهزش. مركز حراسة المرمى ده صعب جدا ونص الفريق بس ما تهزش. فانت عندك فعلا العيال رجاله وبيلعبوا وبيأدوا 100%. فده اول شق. ده اول شق كل الناس خلاص ايه يعني متفقين على الموضوع ده مفيش حد يقدر يختلف. تاني شق بقى فنيا، هل اللعيبه دي كان ممكن يطلع منهم احسن من كده؟ اكيد. اكيد طبعا. هو انت البطوله دي انت اصلا داخلها ازاي؟ تعال بقى نتكلم فني. انت مبدئيا في اتنين لعيبه يعني كل مصر بيتكلموا انت زي ما خدتهمش، اللي هم مين؟ اللي هم قفشه وطارق حامد. طيب انت ابتديت البطوله ازاي؟ انت ابتديت عايز تلعب ب 4 2 3 1. جميل. وعلى هذا الاساس لعبت عبد الله. او انت لو حتى كنت عايز تلعب ب 4 3 3 زي ما ابتديت كل الماتشات، كنت عايز تلعب بعبد الله واحد من الثلاثه اللي في النص دول على اساس ان هو اللي بيسلم. حلو. لعبته اول ماتشين، اديته اول ماتشين، لقيت ان هو مش موجود. عبد الله لعيب كبير، فعلا لعيب كبير، بس هو كبر في السن. يعني خلاص عطائه في الملعب مجهوده مش هيقدر يستحمل. يعني المنتخبات الافريقيه كلهم جري، كلهم جري وصحه وضرب وخط. فهو مش هيعرف. وبتلعبه في قلب الملعب، ولو انت بتلعبه تالت نص ملعب فده مش عبد الله. عبد الله لما كان في عزه، لما كان صغير وكان بيلعب في الاهلي متاخر، ما كانتش دي حتته. وهو نفسه طلع قال الكلام ده قبل كده. بس ده ايه؟ مش مشكلتنا دي، مش مشكله عبد الله، دي مشكله اللي لاعب عبد الله. تمام. حلو. فبعد كده بعد ما اكتشفت ان عبد الله مش هيلعبها خلاص مش عارف، فاعتمدت على مين؟ على خلاص بقى حمدي فتحي والسوليه والنني. طيب الطريقه اللي انت كنت بتلعب بيها دي ما كانتش فايده المنتخب. ليه؟ لان العيال يعني اللعيبه رجاله فعلا وبيأدوا اللي عليهم، بس الطريقه اللي كان الجهاز الفني مختار بيها يعني بيلعب بيها مش صح. فبالتالي طلعت الفريق في دور المجموعات بالاداء ده. طيب اتأهلت، قمت ملاعب مين؟ ملاعب كوت ديفوار. ماتش كوت ديفوار انت فضلت برضه تلعب بالثلاثه في نص الملعب وما كنتش بتلعب كوره، يعني ادائك الهجومي ما كانش حلو. ليه؟ لان انت بتلعب بثلاث لعيبه اللي هم حمدي والسوليه والنني، الثلاثه شبه بعض. السوليه بيعرف يلعب 8 وحمدي بيعرف يلعب 8 اللي هو النص ملعب اللي بيزيد شويه. بس انت كنت طالب من السوليه في الماتش ده ان هو يلعب تحت المهاجم، مش حتته خالص خالص. فبالتالي انت كنت في ماتش كوت ديفوار انت عمال بتدافع. طيب بعد ما في ماتش كوت ديفوار نزلت تريزيجيه مكان مرموش وقمت منزل زيزو مكان حمدي فتحي. لما حصل التغييره دي وكانت متاخر في الشوط الثاني ابتديت. ليه؟ لان انت بقى عندك لعيبه بتعرف توصل للجول، بدل ما انت كنت بس معتمد على ثلاثه اللي هم صلاح ومصطفى محمد ومرموش. ابتديت اهو يبقى في رابع معاهم يعني بيقدم. الموضوع ده بقى حصل قدام المغرب وحصل في الماتش برضو الكاميرون وحصل قدام السنغال. انت ما كنتش بتعرف تلعب طول ما انت بتلعب بثلاثه في نص الملعب. انت كنت بتقفل 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 وايه وبتفتكر يعني يا رب. يا رب فعلا ما فرقتش اي حاجه عن كوبر خالص. هل الاداء ده هو ده الاداء الصح؟ اكيد لا طبعا. طيب تعالى ايه نرجع تاني في ماتش المغرب. قال لك ايه؟ هيلعب ايمن اشرف تالت نص ملعب علشان في حاجه في شيء ما هيعمله علشان حكيمي. طيب
هو ايمن اصلا لما نرجع بقى كده، هو لما طلع باك ليفت في الاهلي مشي لان هو كورته مش احسن حاجه، وبعد كده رجعناه على اساس ان هو اصلا مساك سنتر باك، ولو احتاجته في الباك ليفت هتلاقيه، وهو عالي. بس هل معنى كده ان هو يلعب نص ملعب؟ اكيد لا طبعا. طيب ما ابتديتش ليه مهند لاشين؟ اقول لك بقى ايه، ده اقتناعي يعني، ده هبد، انا بهبد دلوقتي. انا اعتقادي ان هو ما كانش مستني ان مهند لاشين يعمل الكلام ده خالص. فلعب بايمن، ما لقاش ان هو بيأدي يعني، الشوط الثاني قام مغيره، وبعد كده مهند لاشين نزل لقى راجل، فابتدى اديله يا معلم، ما لعيب. نفس الكلام برضو عمر كمال في الباك رايت، لما حصل ان اكرم اتصاب، مين اللي هيلعب؟ لاعب عمر كمال، تمام، وكان راجل ولاعيبه هو في البطولة العربية، وكان اختيار صحيح جدا. مين تاني مهاجم في المنتخب؟ المفروض ان هو محمد شريف، تمام. طيب مروان حمدي لعيب مجتهد، حلو، بس حرام عليك يا كيروش، هو مش ده، دي مش حتته، لان هو مش تاني احسن مهاجم في مصر، او مش من احسن المهاجمين في مصر. يعني انت عندك مصطفى، وعندك محمد شريف، ولو ضاقت بيك الدنيا ما تجيب كوكا. يعني انت بتركب مروان حمدي على محمد شريف وكوكا ليه؟ ليه؟ ايه اللي هو بيعمله زياده؟ تاني، مروان هو بيأدي اللي عليه، فهو معلوش عيب، انما العيب على اللي نزله. لان مثلا في الفاينل الكورتين اللي بالهيد منهم واحده تخلص جول، فعلا تخلص جول. ومروان لما نزل كان بيأدي فعلا 100%، وعمال بيجري في كور، في كور عاليه تلاقيها طالعه رايحه بعيده عنه، يروح واخد سبرنت وراح يجري يلعبها. فده مش عيب مروان، هو عيب اللي لعب مروان. ليه بتلعب مروان؟ ايه بقى مشكله مروان حمدي؟ ان هو دي مش حتته. يعني انت عمر كمال عشان اتزنقت فلاعبته فأدى، هو نازل معلوش ضغوطات، دي رقم واحد. عبد المنعم اتنين، مفيش، انت عندك حجازي اتصاب، والونش كان مصاب، عندك ايمن كنت بتلعبه، فهتلاعب مين؟ عبد المنعم، ونزل وأدى، معلوش ضغوطات، لان هو ده كان التطور الطبيعي للمركز ده. انما مروان مشكله كبيره، مروان ما تلاعب محمد شريف. وبعدين ايه اللي حصل اصلا مع محمد شريف؟ ازاي ينزل في ماتش الكاميرون 10 دقايق وتروح مطلعه تاني؟ ده قمه في التهريج، قمه في التهريج. بعد بقى كل الكلام ده يطلع يقول لك ان احنا اكتشفنا مدير فني. مدير فني يا جماعه، ما نهزرش، في مشكله كبيره، احنا وصلنا الفاينل، بس الاداء بتاعنا في ماتش الفاينل احنا كنا وحشين جدا. احنا فعلا كنا وحشين، ليه؟ لان مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه بتحصل. العيال فعلا الرجاله بيموتوا نفسهم، بس مش معنى انهم بيموتوا نفسهم وان احنا وصلنا ضربات جزاء ان احنا بقى خلاص نتغاضى بقى عن اللي كان بيحصل. السنغال وصلت اكتر من مره واحنا وصلنا، بس هم وصلوا اكتر من وصلوا مننا، اكتر مننا بكتير جدا. وابو جبل يعني كتر خيره، بس في كور برضو كان بيصدها، يعني صحها في الجول، صحها فعلا في الجول. فاجتهادات اللعيبه وان هم بيأدوا 100% وكانوا ضاغطين على نفسهم وكل حاجه، ده ما يخليناش ننسى ان الاداء ما كانش احسن حاجه. انت المفروض ما تحكمش بالاداء بالنتائج نهائي. طيب هل معنى الكلام ده، او يعني اللي انا اقصده، ان نمشي كروش؟ لا طبعا، هو هيلعب ماتش السنغال، بس لازم يكون في قاعده معاه قناعاته، وان يبقى ممكن يكون، انا يعني اعتقادي ان في مشكله ما بينه وبين اللعيبه، يعني هو بيحب ويكره، يعني حاجه غير منطقيه. يعني قفشه وطارق حامد كان لازم يتاخدوا. تاني مهاجم من القايمه اللي هو مختارها هو محمد شريف، مش مروان حمدي، نهائي، نهائي. اخر حاجه، اخر حاجه، الاختيارات بتاعت كروش بتأثر ليه؟ لان احنا عندنا محمد صلاح، وانا ما اعرفش هيتكرر تاني ولا لا، يا رب يتكرر، بس هو كان محتاج البطوله دي علشان احسن لعيب في العالم. يعني ده ميسي كان محتاج يكسب الكوبا علشان يرد على بعض المنتقدين، او ان هو ياخد احسن لعيب في العالم. فصلاح محتاجها. فمش لازم نقعد نفتي، ومش لازم نحكم بالنتائج، يعني نحكم كده زي ما احنا شايفين وبالعقل وننتقد. فعلشان ايه الدنيا تمشي، لان لو موضوع الموجة بتاعت ان كيروش واحنا ظلمناه والهري ده غلط، ده غلط. ربنا يكرم ان شاء الله في ماتش السنغال نعرف نوصل لكاس العالم، يا رب يا رب. ويا رب هو برضو ايه يعني يصلح شويه من الحاجات اللي هو موجوده في دماغه دي. احنا عندنا غيابات كتير، ان شاء الله في ماتش السنغال هتبقى الدنيا احسن بكتير. يعني انت عندك حجازي واكرم
وربنا يكرم كده بقى، ويبتدي بقى ايه يدخل بقى قفشه والناس الحلوه اللي موجوده دي، فربنا يسهل. وتريزيجيه برضو اللي هو مقتنع بيه جدا جدا، ما كانش فيه اي مشكله ان يعني ما فيش حد عنده مشكله مع تريزيجيه. العب العب بس انت مصاب وبتلعبه بره مركزه، فحرام عليك. يعني انت مش بس بتغلط والنتيجه انت بتتحمل غلطها، انت بتحرق اللعيبه معاك. يعني تريزيجيه لو كان بيهشش الجمهور فده بسبب كروش. انت ملاعبه وهو راجع من اصابه 9 شهور وفي مركز غير مركزه، وكان باين ان هو في الاول تريزيجيه كان محتاج يخس شويه. دي باينه جدا. هو تريزيجيه راس ماله وسرعته، كان باين ان هو كان من كتر ما بيتحركش ففي عضلات، وعادي اللعيبه بتحصل لها. بس هي دي مشكله مين؟ مشكله مدير فني. يا رب يا رب يا رب نتأهل كاس عالم. اللعيبه رجاله، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكافئهم ان هم يتأهلوا كاس عالم. ويعني انا كنت داخل البطوله الصراحه ما كانش عندي اي عشم ولا كنت متوقع اي حاجه خالص خالص. واحده واحده المنتخب خلاني اللي هو يلا يا جماعه تكسبوا. وانا كنت حزين جدا والله منظر اللعيبه وهو عمال بتعيط، حاجه في منتهى الحزن. بس هم كانوا يستاهلوا. بس لعله خير محدش عارف. يا مسهل يا مسهل ان شاء الله نتأهل كاس العالم. اتمنى الفيديو ده ما يكونش تقيل على قلبكم. قولوا لي رايكم كده في الكومنت، لو في اي حاجه انتوا مختلفين معايا فيها ونتناقش. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.